بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، يلا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. علشان كده بقول لك انزل بص على عربيتك، وده يعتبر فضل الله ميزة في كلامي. لأن أنت لما تنزل تبص على عربيتك أنت هتلحق نفسك قبل ما العربية تجيبك غصب عنك في وقت يكون مثلا معكش فلوس ولا كده. دي مثلا عجلة، لو أنت خدت بالك منها داخلة لجوه من فوق، فاهمني؟ واحنا طبعا شفنا عربيه غيرها العجله واقفه، تنزل بقى تحت العربيه اللي هي فيها عجله داخله من جوه لفوق. بص يا معلم، المقص عندك داخل في حجر مدغون من النص. طبعا لو ما نزلتش تحت العربيه مش هتشوفه. بص المقص عامل ازاي، مدغون من النص، داخل في حجر راجع على حجر حاجه زي كده، مخلي العجله قلبه. فالعجله قلبه تاكل كاوتش وتبقى تقيله معاك في السحب، فاهمني؟ عجل قلبه هتعمل ايه معاك؟ يعني مش هتبقى سلسه العربيه في المشي. بص المقص التاني راكب مثلا عدل، غير دوت مدغون من النص زي ما انت شايف كده. علشان كده دي يعتبر فضل الله ميزه احمد يوسف. انزل بص على عربيتك كده بعد ما عدلنا كده، بعد ما ركبنا مقص جديد. بص الفرده بالصلاه على النبي وقفت، غير ما كانت داخله من جوه، من انيمة فوق. بص يا معلم بالصلاه على النبي على الشغل وقول ما شاء الله. مقص جديد، شداد جديد، لان الشداد بتاعها كان مكسور من النص. الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي وقولوا ما شاء الله. وبفضل الله اشتركوا واعملوا لايكات وتفاعل، فضلا وليس امرا يعني يا جماعة. في اليوتيوب، في الفيس، انستجرام، تيك توك، ايا كان المنصة اللي عليها الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديوهات تفيدكم جدا يا رب وتفيدنا جميعا.